احنا بننصح دايما ان احنا نوفر مساحات اساس على قد ما نقدر، علشان ما نعملش زحمه في المكان، وفي نفس الوقت كمان ما نستغناش عن العمليه والتصميم الشيك. والسفره اللي معانا النهارده دي تصميمها شيك قوي ما شاء الله. هي اللون بتاعها موحد، الشكل الخشبي الجميل اللي يفتح النفس كده، وكمان ما شاء الله تفاصيلها مميزه جدا. لو بنتكلم على الترابيزه والستة كرسي فهي شكلها سيمبل كده وبسيط، وفي نفس الوقت تكفي العيله كلها. والكرسي طبعا الترند الجميل جدا بالقماش الباندا والتفاصيل المميزه والمختلفه وشكل القشره الطبيعي اللي موجود في الترابيزه. وبالنسبه لقطعتين النيش الديزاين بتاعهم سيمبل جدا وكمان رقيق وبسيط وهادي، اللون الموحد وبيظهر فيهم كمان الحرفه الدمياطي. الزجاج طبعا تاتش، والمساحه الداخليه مميزه وفيها ليد كمان من الداخل مع شكل القشره الطبيعي كده موديها في مكان تاني. والبوفيه الشيك والمميز قوي ده انا شايف ان هو احلى حاجه موجوده في السفره الجميله دي، هينقل الريسبشن بتاعك لمكان تاني كمان مليان وحدات استخدام. عندك ضرفتين، وفي النص ضرفتين دريسنج كمان تاتش، مساحه تخزين مميزه جدا، وفي تحتها كمان درج بمساحه كبيره. ومن فوق معانا قطعه مكتبيه كده بتعلقها عند حضرتك بالمستوى اللي انت عايزه، يفضل طبعا بتتعلق في المستوى اللي هي عليه دلوقتي. وكمان البرواز الجميل ده شكله مختلف، تقطيعه الزجاج فيه مختلفه، وكمان تقطيعه الخشب شكلها مختلف برضه. ديزاين سفرة الروما تحس انه معمول على ذوقك، موجود دلوقتي في ثقة، ولو طلبته اونلاين هيوصلك لباب بيتك، او تشرفنا في معرضنا. مستنيينك. سلام.